السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا مرحبا، حياكم الله مع أخوكم علي مقبول لتوريد زراعة النخيل الحياني في مصر والوطن العربي بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا متواجد معكم على 4 فدادين أرض فاضية محاصيل زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني دي لسه البرسيم فيها. احنا في شهر كم النهارده؟ 5. احنا في شهر 5 كم؟ 16/5. يعني لسه البرسيم بيحش ده لأن شهر 5 النهارده يوم 16. تمام، بسم الله ما شاء الله. طبعا الارض هي محاصيل كلها. هذه كانت زرعه غله، يعني والله الراجل بيحلف مش عارف كان زرع قد ايه منها. هن 4 فدادين، كان زرع جزء بسيط منها بفضل الله سبحانه وتعالى. باع منها ب40,000 قمح. تمام، جزء بسيط، يعني جزء بسيط، يعني فاهم انت، والباقي برسيم وباقي كان زراعات تانية. تمام، حاجه تبارك الرحمن. يعني طبعا عايز شجر مانجا. انت شايف المانجا في المكان هذا، يعني المانجا في المكان حاجه تبارك الرحمن. لكن الارض محاصيل بتشرب ميه نيل. عقد اخضر نهائي، صح؟ عقد اخضر نهائي ولا في حاجه في العقد؟ كايه؟ دول ملك ودول قبل التمليك. يعني في الدنين دول ملك واثنين قبل التمليك والثلاثه قبل التمليك. يعني انت يعني دول 5. الاثنين انت 2 تمليك او 2 قبل الملك و2 قبل الملك. يملك من الصبر زي ما انتم سمعتوا كده. يعني هم اللي سنن صاحب الايه الارض. تمام، دول 4 فدادين. البرسيم تبعها ده تبعها لحد هنا. يعني انت عايز تيجي عند الحته ديت من هنا وتروح جاي سايب الحته دي اللي مزروعه جديد دي تبعها. تمام، بتشرب ميه نيل من طلعت اسماعيليه. على بعد كم؟ على بعد اللهم صل على سيدنا محمد. احنا فين؟ طبعا احنا هنا هنصور الميه ان شاء الله. احنا على بعد قد ايه طبعا من محافظه اسماعيليه؟ على بعد يمكن 8 أو 9 كيلو من المحافظه نفسها. على بعد يمكن 4 كيلو 3 كيلو او اقل، يعني من شارع اسماعيليه بورسعيد. على بعد قد ايه من الشارع الفرعي؟ شارع فرعي عرضه يمكن زياده عن 50 متر اسفلت. تمام، احنا هنا في الكيلو 11 يا جماعه. احنا هنا في الكيلو 11. تمام، حاجه تبارك الرحمن. ارض محاصيل بسم الله ما شاء الله. المطلوب فيها نهائي الملك في الاثنين ووضع اليد 1,000,000 الفدان. يعني الراجل بيشيل كله في بعض، قابل للتفاوض برضه على نكشه. تمام، يعني عشان محدش برضه تشرب ميه نيل بسم الله ما شاء الله. 2 ملك و2 تروح تملك برضه من الصبح. يعني هي مش هيكلف عليك الفدان 80,000. او انا هاخدك على ملاك، انا اللي عارف الموضوع ده بقى. انا هاخدك على ملاك واملك لك على 80,000 الفدان لقبل شهر 12. لقبل شهر 12 مفتوح التمليك. تمام، اراضي زراعيه زي كده وزي كده. تمام، مفتوح التمليك. عايز تملك هتروح تملك بسم الله ما شاء الله. بتشرب ميه نيل. المكان هنا حلو، هنا قريب من الاسفلت. المكان كل الناس زي ما انت شايف ساكنه كده، كل واحد ساكن على راس ارضه كده. كلها المنطقه كلها. تمام، بسم الله ما شاء الله. طبعا تشرب ميه نيل وزي ما وصلت لحضراتكم. وطبعا ان شاء الله للتواصل ان شاء الله مع اخوكم علي مقبول لتوريد زراعه النخيل على 010 26 85 89 89. وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ممكن اخد برضو لحضراتكم لقطه من الطلعه بتاعت النيل دي؟ ناخد لقطه. طيب، طبعا ده المكنه اللي بتسقي الارض. ده الارض قدامكم زي ما انت فاهم. ادي الشارع ده اهو. الشارع ده على بعد يمكن ما فيش نص كيلو الشارع الاسفلت من الشارع الفرعي اللي انتم شايفينه ده. تمام، دي الميه النيل بتاعتها. ميه نيل، بتشرب ميه نيل عوم. تمام، طبعا بالنسبه للملك الراجل الطيب جارها ده اللي انتم شايفينه ده، الراجل ده ضمها وملك. تمام، 100%. تمام، يعني اللي عايز يجي يروح يسال اول حاجه يسال الراجل ده انت ملكت ولا ما ملكتش. تمام، ناس جيرانها كله مملك. هنا ده مملك من زمان، وهو الراجل صاحبها مملك في الدنين و3 لا تقريبا. هو هيبيع فدانين من الملك من الوضع اليد، وهيسيب لحاله فدان، لانه هو ليه البيوت على الجنب الثاني، وهو يعني بيبيع في القطعه كلها لو اشترى البيت اللي على الجنب الثاني.
تمام. لكن هو بيقول انا مش هبيع الارض كلها واقعد انا واخد بالك في البيت اتفرج على الارض وانا بحط بهيمي فين ودنيتي فين. انا يبيع مثلا 4 فدادين واسيب لي في الدين، تمام، يا واخد بالك يجي واحد ياخد ال5 كلهم او ال6 كلهم على بعض بالبيت اللي الناحيه الثانيه. تمام. وفي رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.